رمضان يا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يا اللي خلقك الرحمن، يا اللي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. الحمد لله اللي حيانا لك يا رمضان. رمضان يا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يا اللي خلقك الرحمن، يا اللي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. الحمد لله اللي حيانا لك يا رمضان، يا اللي فيك غلقت أبواب النيران، يا اللي فيك فتحت أبواب الجنان. يا ربي نورنا بآيات القرآن، وارحمنا بيها يا ربي انت الرحمن. وارحمنا بيها يا ربي انت الرحمن. رمضان يا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يا اللي خلقك الرحمن، يا اللي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. الحمد لله اللي حيانا لك يا رمضان. سبحان الله ربي. السلام عليكم. كما كتشوفوا اليوم كتواجدوا معنا في مقهى كافي تطوان في بروكسل. هنايا الحمد لله كتجوز واحد الاجواء رمضانيه مزيانه. كما كتشوفوا عندنا الافطار المغربي، كلشي موجود هنايا الحمد لله. حريره ها هي البلاد، كلشي مغرب معنا هنايا، كلشي موجود الحمد لله. وبالنسبه كل نهار وكيفاش ما تقدرش تعرف، ولكن كيجي واحد يعني كيجيو الناس بزاف. يعني هنايا هاد القهوه معروفه هنايا كتعدل الافطار مغربي، مغاربه توانسه الجزائريين كلشي كيجي هنا كيفطر الحمد لله. ديما انشطه مزيانه في رمضان، كلشي مزيان الحمد لله. كيجيو الناس بزاف، وخصوصا الويكاند كتجي لا فامي، كيجيو العائلات. عندنا الفوقي كلشي كيجي في السبت الحد الجمعه، كيجيو العائلات بزاف. رمضان كريم مبارك على جميع الأمة المسلمة، لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. والحمد لله الآن كما كتشوفوا دابا الإفطار كيفاش كيجوز هنا الحمد لله شعبي، وما خصنا حتى شي حاجة، الخير موجود الحمد لله. وماشي ضروري الناس اللي مجوجة كتجي زعما الناس كتبغي تبدل الجو ديالها على المنزل ديالها، تجي داك الشيء شعبي، الاصدقاء كيتلاقاو مع بعضياتهم كيفطروا مع بعضياتهم. ايوا الحمد لله هادشي اللي كاين. وكنسلم على كل شيء، الوالدين، على المدام، على الاخوان، وتحيه لكل جميع الامه المسلمه ان شاء الله. قبل كل شيء اود ان اشكر قناه MRE 24 الموجهه الى الجاليه المغربيه. ثانيا مبروك رمضان كريم، أهله الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. احنا متواجدين هنا في العاصمة بروكسل بمقر عشاق نادي المغرب الرياضي التطواني، مقهى تطوان، اللي كل سنة كيقوموا بهذا العمل الخيري والعمل الكبير جدا. فأكيد أن هذه الأجواء الرمضانية كنتجمعوا فيها جميع، كنتقاسموا الهموم ديالنا مع الاخوان ديالنا المغاربه والمسلمين، ليس فقط المغاربه وانما كذلك الجاليه المسلمه. ومعنا يعني كذلك جاليات اخرى اللي كيجيو يفطروا هنا في هذا المقهى، في هذه الجمعيه. فصراحه الاجواء رمضانيه رائعه جدا. كنعرفوا ان بلجيكا بلد التسامح، بلد التعايش. وبالتالي يعني كما كتشوف الاخ سعيد ان الجاليه المغربيه والجاليه العربيه والمسلمه متواجده بكثره في هذا المقهى. وصراحه الاجواء ديال رمضان اجواء رائعه كدوز بهذا المقهى. وكنشكروا بالمناسبه الاخوان الساهرين على هذا الاجواء وعلى هذا الفطور اللي كيقوموا به الاخوان ديال مقهى تطوان. فاكيد ان الاجواء كدوز على ما احسن ما يرام. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يوفق الجاليه ديالنا المغربيه والجاليه العربيه والمسلمه، ونتمنى لهم الصحه والعافيه ورمضان مبارك سعيد.
مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف تعيشوا اجواء رمضان؟ أجواء رمضان هنايا بحال اللي انتينا في المغرب تبارك الله والصلاة على النبي، كلشي الخير موجود وحنا هنايا بحال اللي في المغرب. كاين هاد الناس هادو اللي كيجيو عندكم واش كلهم مغاربه ولا كاين شي جنسيات اخرى؟ لا كاينين مغاربه وكاينين جزائريين كاين تونسيين كاين مصريين وكل المغاربه الاحياء. جميع الامه العربيه والاسلاميه كتجمع هنا في هذا المقام. كلشي هنا موجودين بحال الخوت كيتسمى متحدين. نعم كنجوزوا رمضان مزيان. تحياتي لتطوان ومرتين وكل العائله د مرتين كامل الناس د مرتين كاملين كنقدم لهم تحياتي من بروكسل. كنقول لهم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. وشكرا الاخ الصمدي بزاف كنشكرو هو اللي غبت علينا هذه واحد المده بزاف ودابا حنايا سي زكريا. مساء الخير اخي الصمدي. يعني اخي زكريا انت موجود هنا بمقهى تطوان، كيفاش كتعيشوا اجواء رمضان؟ وبسم الله الرحمن الرحيم. الاجواء الرمضانيه هنا في مدينه بروكسل وخصوصا في كافي تطوان كنعيشوها بواحد الاجواء حميميه كثيرا جدا مع الحباب ديالنا. ما كنحسوش شي بالغربه نهائيا، لان مع الحباب هنايا كنقوموا بالطقوس ديالنا ديال الدين ديالنا. الحمد لله الشعائر ديال الدين كنمارسوها باحكام هنايا. وش غادي نقول لك، يعني المسائل اللي كدور هنايا مع الحباب هنايا كنفرحوا دائما. كنمشيو للجامع نقوموا التراويح ديالنا، الصلاه، العباده الى اخره. والصيام كيجوز هنايا في متناول زعما المغاربه مع الحباب كاملين، كالجزائريين المصريين جماعه كل المغرب العربي شامله. اذا شنو هي الكلمه ديالك والتحيه ديالك للاخوان ديالنا بالمغرب وبالعالم اللي غادي يشوفنا في هذا الفيديو هذا؟ اول حاجه كنهنيهم بالشهر العظيم، كنقول لهم رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير، ويدخل عليكم الصحه والسلامه والمغفره الذنوب ان شاء الله والصيام المقبول. ونتمنى لهم جميع الشعوب العربيه ان شاء الله يتحدوا مع بعضيتهم ويكونوا احباب. وحنا كما كنقول لك حنا بان حنايا كجاليه مغربيه مقيمه بمدينه بروكسل كنكونوا دائما اخوه يد جنب الى جنب كمغاربه كاملين، ونتمنى لهم التوفيق في الحياه ديالهم. شكرا جزيلا، رمضان مبارك سعيد. شكرا اخي، وكنشكروا بزاف الاذاعه MAE 24 اللي استضفتنا هنا في كافي تطوان. كنحيوها بزاف اللي كتقوم مسائل جباره جدا، وكنهنيوها وكنقولوا لها كل عام وانتم بالف خير.